علامات الساعة، علامات الساعة الصغرى والكبرى. اتحدى ان حد يرجع ويلاقي ان انا عندي موضوع ممكن اكون قلتها كده في النص، لكن ان انا عندي محاضرة او حلقة او لقاء بتكلم فيه عن علامات الساعة، عمري ما عملت كده في حياتي. وكان عندي دايما مشكلة مع انك لو دخلت دورت على اليوتيوب لاي كلام بيقوله كل السادة المقدرين يعني العلماء، ان دايما بيكون الاطار سلبي او تخويفي او لا ينبني عليه عمل. ودي كانت مشكلة مخلياني مش قادر اتكلم في الموضوع لغاية ما وصلت لا ينبني عليه عمل، ولا ايجابي مش سلبي، ولا يتحول الى طاقة عطاء، اللي هي الطريقة اللي انا شغال بيها في حياتي طول عمري. اكيد انتوا بقيتوا حافظين شخصيتي، مش الشخصية اللي تنهي محاضرة من غير طب نعمل ايه. ما اعرفش انا اعيش كده. لازم في اكشن، لازم في كول تو اكشن، لازم في واجب عملي، لازم في حاجة هتروح تعملها. ما كنتش عارف اركب ده على علامات الساعة. وما بحبش الكلام السلبي، ما بحبش الكلام التخويفي، ما بحبش الكلام اللي يعمل ترند رعب او ترند تخويف. ما بعرفش اعمل ده لغاية ما لقيت لا، انا معايا حاجة قوية يتبني عليها كلام ايجابي عملي، مش تخويفي، مش مرتبط بترندات قد ما هو مرتبط ببنى. ايوه نعمل ايه ونستفيد ايه، ويكون محدد جدا جدا جدا. ده كل دي مقدمة للي انا داخل فيه، فكرة علامات الساعة الصغرى والكبرى. المنطلق اللي انا رايح منه للكلام على علامات الساعة ان ذكر علامات الساعة بيعمل وعي، بيعمل بصيرة، بيعمل رؤية، بيعمل جرس انذار يدعو للحركة. والمفاجأة ان مش كل علامات الساعة سلبية، عكس اللي دايما في دماغنا ابدا. ده انت هتفاجأ ان العلامات الصغرى نصها ايجابي ونصها سلبي، والسلبي عشان يحفزك للحركة والعمل. وان علامات الساعة الكبرى المفاجأة ايضا ان نصها ايجابي ونصها سلبي، والسلبي لازم يلضم فيه ايجابي. ايه ده عكس الرؤية اللي احنا فاهمينها تماما، عكس اللي انتوا فاهمينه عن علامات الساعة تماما. كل اللي بيتقال لنا دايما في الجانب السلبي، الجانب التخويفي. المفاجأة غير كده، ده في جانب ايجابي، وفي جانب مشرق، وفي جانب تفاؤلي، وفي جانب يخليك تبتسم في علامات الساعة الصغرى والكبرى، وفي جانب يخليك تطمح ان انا للاستعداد لهذه العلامات لازم اكون 1 2 3 جوايا جاهزة، و1 2 3 في مجتمعي جاهزة. ايجابية جدا. الموضوع عكس يا جماعة اللي احنا بنقدمه النهاردة في البودكاست، عكس الصورة التقليدية النمطية اللي انت بتسمعها بقالك سنين وبتخاف منها وبتروح لها علشان حاجات غريبة عايز تسمعها، لكن وبعدين ولا حاجة، خفت وخلاص. اهو ما هو خلاص، ما هي علم، حتى كلام الناس العوام يعني خلاص ما هي علامات الساعة بدت، يعني خلاص يأس، يعني ما فيش عمل. مش صحيح، انتوا فاهمين غلط.